اكتر اسئله جات لي الفتره اللي فاتت عن الذباب، بتعملي ايه مع الذباب؟ بصوا انتوا جيتوا في جمل يا جماعه. انا اصلا عندي خلطه الذباب متحضره عندي في البيت، بسيطه وسهله، وطريقه استخدامها اسهل من كده مش هتلاقي. اكتر كومنتات ورسائل بتجيلي عن الصيف الدبان. الدبان ده اصلا من كام سنه كده كانوا مسمينه الرزل. الرزل لانه ممكن يكرهك في نفسك، مش في الصيف بس، ده ممكن يقومك من مكانك كده كلك، تسيبيله المكان كله وتقومي. فحطي لي لايك لو اول مره بتشوفيني، اوعي تنسي تتابعيني وارفعي الفيديو ده بالشير عشان يوصل لكل اللي محتاجينه. الدال على الخير كفاعله. اوعي تنسي اللايك والشير والمتابعه كمان. بصي بقى، سمي الله وصلي على الرسول، ويلا اقول لك بالسرعه اقوى وصفتين للذباب هتخلصك منه تماما. ايه البخاخه دي يا شيرين؟ دي حاجه جاهزه كده، هقولك ايه هي. حاجه انا عاملاها في البيت طبعا مش شارياها. دي عباره عن ميه ومنضيف لها ايه، فنجان، في حدود فنجان كده بالنظر. بصي، من الكلور، كلور وميه. بتاخدي البخاخه دي وبترشي يوميا على عتبه باب الشقه، عتبه البلكونات. مش بيهوب، مش بيطير من فوقيها اصلا. انا عارفه الدبان حتى لو انتي مقفله السلك بيخش، يعني بيستنى بس تفتحي الباب كده ويروح جاري داخل على جوه. فانت لو كل يوم الصبح مع ترويق البيت كده رحتي رشه على عتبه باب الشقه، على عتبه البلكونات، مش هيهوب، مش هيطير اصلا من فوقيها عشان يخش الشقه. فجربي، دي اول وصفه، ميه بكلور، بخاخه كده كل ما تخلص تمليها، فيها في حدود فنجان كلور والباقي ميه. هي جاهزه اصلا معايا فمش هعملها معاكم. ميه على كلور، وتخليها مخصصه للرزل للدبان. خلاص كده. تعالي اقولك على الوصفه التانية. لو انت مالي الشقه بقى عندك، تعملي ايه من حاجه بترميها، حاجه بترميها يوميا مره واتنين وتلاته. كل ما تعصري الليمون ما ترميش القشر، كل ما تعصري كده نص ليمونه عيني القشر بتاعها. اقولك ليه؟ القشر بتاع الليمونه كده خلاص ريحته نفاذه قوي. هنحط فيه مسمار او قرنفل، مش المسمار اللي بندق بيه هنا في مصر، لا لا، القرنفل الدول العربيه بتقول عليه المسمار. هتجيبي قشره الليمونه كده اهي، وتروحي ايه، حاطه فيها 2 3 قرنفل، معلش. ودي بقى ايه، تروحي سايباها في الحجره، في الاوضه، في الصاله، في الريسبشن، مطرح بقى، في المطبخ، في كل حته. قشره كل ما تعصري ليمونه كده حطي فيها مسمارين 3 او القرنفل اهو، هتخلصك من الدبان او اي حشرات طائره زي الهاموش والناموس والحاجات دي كلها. تحفه هي والوصفه بتاعه الكلور. اكتر من كده مش هتلاقي دبان اصلا. فجربي الوصفتين دول، بصوا مفيش حواليا دبان اهو. جربي الوصفتين دول وانت هتشوفي بنفسك. كل يوم الصبح كده نقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ونرش من الكلور والميه. عندك دبان برضو كده متسرب كده وداخل، لو ان الوصفه دي تحفه. قشره الليمون بالمسمار. طالبه منكم بقى لو عجبتكم الوصفه وجربتوها، وان شاء الله بفضل ربنا يعني باذن الله تجيب معاكم نتيجه. ما تنسونيش طبعا في الدعوات الحلوه ولايكاتكم الجميله والشير على قد ما تقدروا، ترفعوا الفيديو عشان يوصل لمستحقينه، لان ناس كتير بترجع تسال عن نفس الوصفه تاني. ابقى نزلت الوصفه الاقي في الفيديو اللي وراه بيسالوني عن نفس الوصفه مره تانية. فده في ايدكم انتوا بقى، لايكاتكم بتوصلوا الفيديو، والشير الشير الشير الشير. بحبكم جدا. اي اسئله تحت في الكومنتات. جزاكم الله خيرا على الكلام الحلو جدا اللي مغرقيني بيه. بحبكم، اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.